بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. هعمل النهاردة مكرونة بالبشاميل بالفراخ أو نجريسكو أو أيا كان ايه اسمها، المهم ان هي في الآخر طعمها تحفة. هنسمي الله هنا، ومعايا بصلتين وسط بشرتهم بشر ناعم ونزلت بيهم على النار. حطيت شوية زيت وحطيت شوية ملح عشان البصلة تدبل معايا. هشوح البصلة على النار كده لحد ما تدبل بس وتاخد لون دهبي خفيف كده، وبعدين هانزل عليها بالفراخ بتاعتي. معايا هنا حوالي 400 جرام من الفراخ، من قطع الفراخ. هاشوّح الفراخ مع البصلة كويس أوي، أوي، وهانزل عليها هنا بمعلقة معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة بهارات فراخ، وكمان معلقة صغيرة ملح. هاشوّحها بقى مع البصلة كويس أوي. أنا كده الفراخ اتشوّحت معايا كويس. هانزل عليها بكوباية مَيّة علشان تستوي كويس أوي، وهاغطّيها واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي تمام. معايا هنا حلة هاحطها على النار، أنزل فيها بمعلقة سمنة كبيرة أو معلقة زبدة كبيرة أيًا كان المتوفر. حطيت هنا معلقة السمنة، هاسيبها تسيح، وهاحط عليها هانزل بمعلقتين دقيق كبار. هانزل هنا بمعلقتين دقيق كبار، هاقلب الدقيق مع السمنة تقليبتين كده لحد ما ياخد لون دهبي خفيف. طبعًا أنا معايا هنا نُص كيلو من المكرونة، أنا حاطة المَيّة على النار بتغلي، حطيت فيها معلقة ملح. المَيّة غليت معايا، نزلت فيها بالمكرونة وهاسيبها تتسلق جنبي وأنا باعمل البشاميل. هنا معايا لتر من اللبن، هانزل بيه على الدقيق وأنا باقلّب تقليب مستمر طبعًا بالمضرب السلك. طبعًا زي ما قُلت لكم قبل كده المضرب السلك ده ما بيخلّيش أي حاجة تتكتل معايا وأنا باعمل بيه، حلو جدًا. طبعًا أنا هافضل أقلّب في البشاميل. حطيت هنا معلقة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة. هافضل أقلّب بقى في البشاميل بالمضرب علشان ما يتكتلش معايا لحد ما قوامه يتقل خالص. هانزل بقى هنا بنُص كوباية جبنة موتزاريلا. أنا مش باحط الجبنة على الوش، لو هي متوفرة عندي باحطها على المكرونة، مش متوفرة مش ضروري خالص، لإن المكرونة من غير حاجة طعمها تحفة. أنا كان عندي جبنة فحطيت نُص كوباية على البشاميل. أنا ما باحطهاش على وش المكرونة، باحطها مع البشاميل، بتخلّي البشاميل تحفة. وال المكرونة من جوّه طعمها حكاية، ومن برّه بتخلّي وش المكرونة أحمر وجميل، وطعمها كلّه بيبقى تحفة في بعضه. المكرونة هنا اتسلقت معايا، طبعًا ما بنسويهاش سِوَى كامل، يعني حوالي 75% كده. خدتها حطيتها صفّيت المكرونة ونزلت بيها في بولة واسعة، وخدت نُص البشاميل حطيته على المكرونة كلّها. باقلّب المكرونة كلّها في نُص البشاميل، باغلّف المكرونة كلّها بالبشاميل، والبشاميل بيدخل جوّه حبّاية المكرونة من جوّه. بانزل بقى بنُص المكرونة هنا. على فكرة لو المكرونة لو الصينية بايركس أو ألمونيوم أو أيًا كان نوعها، طالما ما بتلزقش، ما بادهنش قعرها حاجة، لإن المكرونة ما بتلزقش فيها علشان أنا مغلفة المكرونة كلها بالبشاميل.
أنا ما بادهنش أي صينية. حطيت نُص المكرونة في قعر الصينية، وحطيت الفراخ بتاعتي في النُص، وبقية المكرونة على الوش. هانزل هنا بقى إيه، ببقية البشاميل. طبعًا أنا الفرن شغال معايا، هادخّلها بقى الفرن تاخد وِش كده، بتاخد حوالي يعني ربع ساعة. بس بُصّوا بقى، تحفة، تحفة. شايفين الوش عامل إزاي، ومن جوّه بتعمل إزاي. نُص كوباية البشاميل أنا نُص كوباية الجبنة اللي أنا باحطها في البشاميل دي، والله العظيم بتودّي طعم البشاميل والمكرونة في حتّة تانية خالص. طبعًا هي طبعًا نجريسكو نجريسكو أو أو مكرونة مكرونة بشاميل ما ما فيش فيش فرق اختلاف على ولا طعمها. في اختلاف على الطعم.